صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ هانيه؟ كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك. هاد الحاله هي اللي جيت نصور. الا بغيتي تعطي شي كلمه نعطيك، تعطي شي كلمه عليها. انا باديه دابا المباشر. مرحبا، يلا نشوفوا نيت السياره كيفاش كدوز في هاد الحاله الكارثيه. هذاك الشيء اللي كاين. اذا صباح الخير، صباح النور متتبعي قناه شوف تيفي. كما كتشوفوا معنا حنا كنتواجدوا بشارع اريحه، ومع البدايه ديال اللايف قال لك هذا السيد شوفوا هذه الحاله الكارثيه اللي كاينه في هذا الشارع. يعني شوفوا الصعوبه باش يدوزوا الطوموبيلات، يعني معاناه يوميه كيعانيوا منها الراجلين، العربات، اصحاب السيارات، اصحاب البيكالات، الدراجات الناريه والعاديه، وكذلك الساكنه. الكل يتساءل كيفاش هذا الشارع داير بحال هكا، واش كيتواجد في شي مكان اللي هو يعني بعيد او خارج المدينه، ولكن للاسف الشديد هو يعني وسط الساكنه. كما كتشوفوا معنا ماشي شي سكن عشوائي، ماشي سكن يعني اللي مزيان، يعني الناس هنايا تيعانيوا من هذه الحاله الكارثيه. إذا كنجدد الترحاب بكل متتبعينا أينما كنتم داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. حنا كنتواجدوا بمدينة خريبكة، هذا شارع أريحة اللي صراحة غادي دائما جينا لهذا المكان تنقولوا إلى متى غادي يبقى عرضة للإهمال والتهميش وخارج حسابات جماعة خريبكة. ماشي أول مرة كنصور فيه، وماشي تاني مرة، وماشي جينا غير باش زعما ننتقدوا، ولكن عندنا واحد الغيره وكنقولوا علاش هاد الشارع خارج الحسابات، علاش هاد الشارع خارج الحسابات. انت الا ما بغيتيش تبان هاك عطي الكلمه ديالك وانت راك ما كتبانش. لا ما تبانش، انا مدوره دابا. مرحبا بك انت على المباشر. تفضل سيدي. السلام عليكم. احنا مكرفسين في هذا الشارع بزاف، لان عنده واحد المده ديال تقريبا ما بين 30 عام 20 عام وحنا ساكنين، وحنا تنتكرفسوا في هذا الشارع، تنهرسوا الطوموبيلات ديالنا. تاكسيات ما يجيبوناش، ممنوع يدخل شي تاكسي هنا تقول لي شارع اريحه ما يجيبكش. الطوبيس ما تيدوش عندنا، وكاينين ناس سكان بزاف اللي هما اليسار لهاد الجهه واليمين، ومشينا لهم الطوبيس شحال من خطره ما كاينش اللي يستجيب لنا. قلتي 30 عام ولا 20 30 عام ولا 20 عام ما تصلح هذا الشارع هذا ملي داز في التجهيز ديالو ما تعاود من اول مره. انتوما من الساكنه دابا هنا؟ من الساكنه هنايا. درتوا شكايات ما درتوش؟ ايوا مشينا واحد جوج خطرات المجالس القادمه، ما تصنتوش لينا، تيقول لك واخا الطوبيس كيوصل هنا، لا طاكسي كتوصلكم لهنا، يعني لا والو. تاكسي تيهرسها هنايا. وعرفتي صوبوا هذاك الحي الصناعي رموه مزيان، ولكن لاكسي ديال الحي الصناعي راه هو هذا. منين غادي يدوزوا لهذا الشيء؟ الشارع ديال شارع اريحه لانه كنشوفوا غادي يخرج للشارع الطريق كما نقولوا الطريق الناسيونال الرئيسيه طريق الدار البيضاء. يعني هذه يعني الشارع غادي شارع حساس. هذا الشارع راه حساس، وواحد الشارع غادي يكون ممتاز في المستقبل. الرساله ديالكم الان للجهات المسؤوله؟ الجهات المسؤوله تنطلبوا منهم باش يرموا لنا هذا الشارع هذا، لان حنا مكرفسين، ولادنا مكرفسين، تيخرج عا بشكل الدري تيهرسها ويجيبها. وما بالك الطوموبيلات والطاكسي، الله يكون في العون. الطاكسي ما غاديش يدخل هنايا، حتى هو راه قطاع الغيار. الطاكسي الا دخل هنا غير خطره ولا جوجات راه خاصو يصلح الطاكسي ديالو. نتمناو سيدي رسالتكم توصل. شكرا. نتمناو. تبارك الله عليك، تحياتي. اذا كما كتشوفوا مشاهدينا، حنا راه كنتواجدوا في واحد الشارع اللي فيه ساكنه، يعني راه ماشي شارع خاوي، والناس راه كتعاني سواء بالدراجات الناريه، سواء بالعاديه، سواء بسياراتهم، سواء كما سمعتوا هذا السيد راه هو من الساكنه، تلاقينا به غير صدفه، داز بالطوموبيل ديالو، قال لك هنايا ما كيجي لا طوبيس، الطاكسي حتى هو تيقول لك ما نجيش، وانا نعذر الطاكسي الا قال لك ما نجيش لهنايا غادي نعذروه، لان هذاك السائق الطاكسي ملي غتعطيه انت ديك 10 دراهم ولا ديك 8 ديال الدراهم، راه خصو يمشي يشري قطاع الغيار اللي غادي يلقاهم بالثمن، بسبب هذا الشارع هذا اللي في حاله كارثيه طبعا. وهذا الشارع هذا راه دوبل فوا، كما كتشوفوا معنا راه دوبل فوا.
سبق لينا وجاوبنا رئيس جماعه اخرى بقاو تيقول كاين المشكل ديال الجلسات، هاد الجلسات اللي كاينين هنا على اليمن كما كتشوفوا معايا. يعني قلت لكم الشارع راه دوبل فوا، قال لك هاد الجلسات خصهم يحيدوا باش نعاودوا الاصلاحات من جديد، يعني باش يتصلحوا او يتصلح غير هاد الشارع ويبقى هذا. لحد الان ما شفنا حتى شي واحد تصلح، لا هذا ولا الاخر. كما كتشوفوا معنا يعني الشارع عامر حفاري. كنتمناو يعني الجهات المسؤوله، هاد الشارع راه كان مبرمج، فجاه كان مبرمج للاصلاح، فجاه ما بقاش غادي يتصلح للاسباب. ربما كما قال السيد الرئيس خصي تحيدوا هاد الجلسات. ها انتم كتشوفوا معنا يعني هنايا راه شارع فيه سكينه، ماشي شارع في خلاء، حفره ندفنوا فيها دري صغير. ها انتم كتشوفوا هاد المكان هذا سبق لي جيت ليه، او هاد الشارع هذا سبق لي جيت ليه في الشتاء، ملي كانت الشتاء. عرفتي راه واحد البحيره هنايا كتولي، لان ما كاينش قوادس حاشاكم او فين غادي يمشي هذاك الماء. هنايا كتلقى واحد الصعوبه باش انك تدوز. ها انتم بحال مثلا ها قادوس هو مسدود، يعني كيفاش غادي يدوزوا كيفاش غادي يدوزوا؟ خص والله العظيم الا خاص يعني وقفه المسؤولين تكون هنايا يجيو يشوفوا هذه الحاله، رغم انني عارفه انهم عارفين بان شارع أريحة تذكر اكثر من مره في الدورات ديال الجماعه ديال المجلس الجماعي، في اكثر من مره كيتذكر والكل ينادي يعني بالاصلاح، ولكن للاسف الشديد سنوات وهو على هذا الحال. ها انتم كيفاش غادي دير دوز بطوموبيلتك، ولا كيفاش غادي تجي طاكسي توصلك للحي ديالك، ولا كيفاش غادي يجي يدوز هنا الطوبيس كما قالوا بعدا، كما قال هذا السيد هذا راه ما كيوصلش كاع الطوبيس لهنايا. شوفوا الشارع كيفاش داير، قنبله هيروشيما في هذا الشارع. ها انتم الاصلاحات وقفت لهيها يعني من هذا الشارع اللي كتشوفوه للحي الصناعي. يعني هذا هو الواقع. ها انتم شارع كله محفر، يعني كنتمناو الجهات المسؤوله يكون هذا الشارع من الاولويات، يكون هذا الشارع من الاولويات. يعني لهنايا غنشوف اسيدي، واخا غادي نشوف كلشي، راه دوبل فوا، راه داكشي هاد الجهه انا غادي نشوف. واخا مرحبا سيدي، والدينا والديك مرحبا. كما كتشوفوا مشاهدينا تيطلبوا منا باش اننا نوقفوا على الواقع بالصوت او بالصوره، نخليو غير الصوره معبره، ربما نصور ونسكت، يعني صوره معبره للحاله الكارثيه اللي في شارع أريحة. قال لي اجي عاود تشوفي هاد الجهه هادي السيد حفاري، لا اله الا الله. ها انتوما صورت لكم كما قلت لكم الشارع راه دوبل فوا. نشوفوا الجهه الاخرى اللي طلب منا السيد، قال لك سيري سلطي عليها الضوء. قال لك سيري سلطي عليها الضوء، احنا غادي نمشيو تشوفوها. هذه هي البلاصه اللي كنت جيت ملي كانت الشتاء. والله يا اخواني الا كانت بحيره هنا والله ما دوز. ها هي غريب، يعني غريب كيفاش ان شارع أريحة ما كانش من الاولويات، كيفاش ما كانش. شوف كيفاش غدير دوز. هذا شارع بعاصمه الفوسفات يا اخواني، شارع بعاصمه الفوسفات. الى متى؟ ها انتم يلا، ها الطوموبيلات كيفاش كيدوزوا. قلب كيفاش كتبقى تمايل بالطوموبيلتك تلقى شي بلاصه منين دوز. شارع بعاصمه الفوسفات سنين هو في هذه الحاله. واو
الناس اللي كتسائل وكتقول واش هذا الشارع ياك ما خارج المدينه او بعيد على المدينه، او ولكن الجواب هو ولا في شي مكان اللي هو عشوائي. الصوره كما قلت لكم معبره. واش هذا السكن عشوائي؟ سكن زوين، ديور زوينين نقيين، ولكن ما لقاوش الشارع قدامهم. يعني غير باش تعرفوا رحنا ماشي في شي باديه، ولا رحنا بالمدينه في المجال الحضاري. هذا المجال الحضاري قدام السكينه، شارع دوبل فوا. هانتوما للاسف الشديد والله العظيم الا كما قلت ربما غير نصور ونسكت، راه الصوره كتعبر. والسكينه يعني مستاءه من هذا الوضع. والسؤال كيبقى السؤال: الى متى سيبقى شارع أريحة خارج حسابات جماعة خريبكا؟ أو إلى متى سيبقى شارع أريحة غارقا في الإهمال والتهميش؟ خوتي الصورة معبرة، وما بقى لي إلا نقول لكم بارطاجي يا مواطن. نتمنى الصورة توصل للجهات المسؤولة ويكون شارع أريحة من الأولويات. شارع راه هو تهو رئيسي، شارع اللي خصنا نفكروا كيفاش نصلحوه في اقرب وقت، شارع اللي راه قريبه ثاني الشتاء ونطلبوا الله يرحمنا برحمته وتنزل الشتاء. ولكن راه هذا الشارع راه كيتسد، راه كيرجع بحال شي بحيره. هنا هذا المكان سبق لي جيت وصورته اكثر من مره، والله ما دوز فيه. اخر مباشر درت هنايا في رمضان والشتاء كتصب، وجيت هنا هاد البلاصه ولات بحال شي بحيره. كانوا الناس كيضطروا، ومنهم حنا ملي دزنا اضطرينا نمشيو في الاتجاه المعاكس. وصلنا لهيها ومشينا في الاتجاه المعاكس. وطبعا ملي كنشوفوا الواحد كيمشي في الاتجاه المعاكس فهو معرض لحوادث السير لا قدر الله. وشنو هو السبب؟ هو هذا الاصلاح اللي ما كاينش، هو هذا الاهمال اللي طال هذا شارع أريحة لسنين طويله. ماشي زعما غير دابا ولا تصلح وخسر، راه سنين. يعني ما تعرفش اهتمام نهائيا. شوف سمعت، شوف كيفاش مسكين كيتهز وتخبط هذاك. هانت يعني ها هو الناس غير كدوز حدا سمعتو. هاد الوليدات باش غادي يلعبوا، ها البيكالا فينا وليدي خارجه من الشارع فاش غتلعب. اذا كما قلنا مشاهدينا، نتمناو الرساله توصل، ونتمناو ان شاء الله اننا نجيو لهذا المكان مره اخرى ونصوروا الاصلاحات بدات كما شفنا البارح. الاصلاحات واستبشرنا بها خير، وكما قلت لكم البارح كان مباشر نشوفوا فيه نصف المملوء من الكاس. شي حاجه فرحتنا. تحيه متبادله سيدي. اليوم هذا هو النصف الفارغ من الكاس، وكما قلت لكم هذاك النصف الفارغ قداش. ها الوليدات مساكنه شارع ماشي ديالها ولدي تمشي ببيكالا ولا. هانتم اذا مشاهدينا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لتتبعكم معنا. بارطاجي يا مواطن.